فاجعة عظيمة. لماذا؟ دائما لم نكن نتصور أبدا أن يأتي الموت ويغتصب شابا من خيرة شباب هذا الحي. وبدون مبالغة أنا أقول لكم كلمة. ابننا وصديقنا وأخونا السي محمد لم يمت. ديروها في الدماغ ديالكم أن السي محمد لم يغادر هذا الحي. لماذا؟ لأن هو من الذين تركوا بصماتهم في هذه الدنيا ولو في عمر قصير، لم يتجاوز 20. فكروا معي مزيان. هو من المبادرين الأذكياء الذي خلقه الله عز وجل لهذا وليحمل هم هذا الحي وهذه الساكنة وهذه البشرية جمعاء. هو من السباقين لتأسيس جمعية شبابية رغم العراقيل التي لا نحس بها نحن الشيوخ. راه كثير منا يغفل. الشباب عندكم تمشوا غلطين. راه من الأعمال التي خلاها السي محمد عظيمة جدا، واللي عليكم اليوم أنتم أن تواكبوا هذا الركب وأن تأخذوا هذا المشعل، لأن بداه راه ما يمكنش يطيح. حاولوا جادين، لا من أعضاء الجمعية الشبابية ولا من الشباب الذي كان حوله ولا من حاولوا أن تتلمسوا خطواته في الصبر، في التضحية، في الابتسامة، في التواضع، في المرونة، في أشياء كثيرة التي نفقدها في كثير من الناس. إذن هذه محطة مزيان. الله عز وجل قدر وما شاء فعل ولا راد لقضائه. هذه معروفة لنا جميعا. احنا بهذه اللقاءات ولا بهذه الكلمات البسيطة ما يمكنناش نردوا أي واحد وصل النهار ديالو، ولكن وخاصة الشباب ما خصناش نغفلوا، ما خصناش نتغافلوا، لأن الشباب في طور الإنجاز، الشباب في طور التقدم، الشباب له حيوية، قوة عظيمة. من يأخذ بهذا الحي إن لم يأخذ به شبابه؟ واش تستنوني أنا عاد نجي نجري وندير؟ لا يعقل. إذن السي محمد أنا دائما قلتها وأقولها، إنه لم يمت. واستحضروها دائما في قلوبكم وأذهانكم أيها الشباب، لأن الصدمة فعلا صدمة، كلنا كنفيقوا، ولكن الشيطان لعنه الله بالمرصاد. ما تغفلوش. هذا المشعل اللي كنخذاه كملوه، زيدوه، لأنه أنشأ شيء أبدع، كان من المبادرين. راه قليلا ما تجد من الشباب من يبادر في أعمال الخير، قليل من تجد في الشباب من يضحي بوقته، من يضحي بماله، من يضحي بأعمال كثيرة، يضحي بعائلته. شفتم مو يجيب شي حاجه يقول لا راه عندي مع اصحابي عندي ندير ليه. هذا اش كيدير؟ هذا كيضحي بالاسره ديالو من اجل الجماعه ديالو، من اجل الشباب، من اجل هذا الحي. كثير وكثير. اذن ما عليكم همسات بسيطه وقصيره باش ما نطولش عليكم. ايها الشباب الله يجزيكم بخير، يا ابنائنا، يا اخواننا، يا اصدقائنا، حاولوا أن تحافظوا على هذه اللحمة، على هذا الإخاء، على هذه الأخوة، على هذه الصداقة. حاولوا أن تحافظوا عليها. أبدعوا من الآن. هذه فرصة جابها الله عز وجل لكم لتستفيقوا من غفلتكم، لتستفيقوا من غفوتكم. حاولوا. الإنسان يسقط وينهض
معليش تطيح وتنوض ماشي مشكل، عليك أن تنفض الغبار وتنطلق في المسير، ولكن العيب أن تسقط وتبقى هناك يدوسك الناس، هذا هو العيب. وأنت شاب، قوة، حيوية، طاقة، فكر، علم. ما تنساوش راه ما كاينش فينا احنا الأمية هنا في هذه الحياة، خصكم تكونوا واعيين. ما كاينش اللي ما دخلش المدرسة، ما كاينش اللي ما دخلش الروح. إذن أنتم فكر، قوة، لا تستهينوا بعقولكم ولا تستهينوا بأوقاتكم التي جعلها الله لكم لتستغلوها في خدمة أنفسكم وخدمة أسركم وخدمة حيكم وخدمة المجتمع ككل. سهل. طاقة مجموعة مكونة واعية، أشنو بغيتم؟ والمبادرة كانت. الأخ نسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يرزق له الصبر والسلوان. بدأ المسير، لأن إلا بغي واحد المنطق أنه شعل الضوء في هذا الحي. أول شيء فكر أن يكون مجموعة، لأن واحد بوحده ما يخلي والو، وداروا جمعية. راه ماشي سالفة دير جمعية، راه الناس من الشباب الغافل أو حتى منا احنا الغافلين، راه صحاب له سهل القضية، راه صعيب. إلا ما كانش عندك هم وأنك تريد الخير لهذه الأمة وأنك ترجو وجه الله، ما تتحرك من هنا التلي. إذن من الآن بقاو مجتمعين، ما تشتوش، حاولوا تخدموا عقلكم. راه انتم طاقة، راه قوة، أبدعوا في كل شيء في جميع الميادين. ما علينا إلا أن نصغي لكم، نصمتوا لكم. إلا بغيتوا تجوا عندنا انتم خدموا، ربما انتم أدرى بنا بشي الحوايج. إلا بغيتوا شي استشارات، راه ما كاينش اللي غادي يبخل عليكم في هذا الحي وفي غير هذا الحي. غير شنو خصكم؟ خدموا العقل ديالكم، كونوا من المبادرين وسطروا أهدافكم. جلسوا الهدف ديالكم وسطروه. أنتم كيستناكم المجتمع، كتستناكم الأمة. ما عرفناش شكون مول اليوم ولا شكون مول غدا، حتى واحد ما عرف، ولكن بادروا بالصالحات، نوضوا، ما تضيعوش الوقت. وخير دليل هو الله عز وجل. نسأل الله عز وجل هذا اللقاء أن يكون في ميزان